اصلا ما سيبتها، صورت التصرفات حقتك هذه اللي هي تدل انك انت واحده تبغى نجي. طيب في الأحوال المدنية دائما نسمع عن الأحوال المدنية إنهم يلقطوا صورة وحشة للشخص. ليه؟ لما يكون هو الشخص نفسه وحش وهم أخذوا حقيقة وجهه وحطوها في البطاقة. الحين نشوف ياخذوا لي صورة زي ما أنا بكون ياسا ولا بكون واحد أقبح من ياسا. دائما أسمعها، دائما أي شخص يروح الأحوال المدنية يقول انتبه يلقطونك صورة تشوه وجهك. لا يا أخي، يمكن الوجه نفسه هو مشوه. بعد الشر يعني عن الناس كلها. الحين نشوف كيف تطلع صورتي. كنت خايف ان الموظف اللي على الكمبيوتر بيلقط لي الصورة يسألني يقول لي شو اسمك، فأنا كنت حريص اني ما راح اجاوب، بقعد كذا عشان ايش يصورني. بريكم مقطع نوعا ما فكاهي لا حد ياخذ محمل جد، لانه هو يعتبر اللي شفته اليوم عكس المقطع هذا، لكن هو من باب الضحك والوناسة. شوفوا المقطع. Hello sir, have a seat. Your good name sir? David. Okay, look at the camera sir, smile. Here we go. Thank you. اللي بعده. تفضل اقعد. شو اسمك؟ محمود. اسمك كامل؟ محمود. اللي بعده. لسه الدور عليك انت كمان. الله يبعد عنك الباس يا عم حسن، وان شاء الله ان شاء الله الناس تدعي لك بالصحة والعافية وتقوم لنا احسن من اول. الله انا اتكلم عنه والحين احطه في السناب. في احد يعالج مريض بالطريقة هذه؟ اتكلم عنه عاد، تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ ايوه لانه الحين خلينا نتكلم عنه في السناب. نتصور كلنا سيلفي. شوف يا ماي من قابلت هنا، ها في كل مكان ما شاء الله اقاربك يا ماي، في كل مكان. يبغالي على جنب اخذ. تعال تعال ابوي، تعال انت هنا. تعال هنا. الحين الرجال مريض، اشهدوا معاي، الرجال مريض يبغى له دعوه طيبه، يبغى له تجلس معاه تاخذ من نفسيته، تدي من نفسيته، تاخذ من الهم اللي عنده، تديه شويه طاقه ايجابيه، طاقه ايجابيه، فرحه، كلمات طيبه، حاجات ثناء، مديح، تنسيه همه. صح؟ انت تجيب شخص يزيده مرض، يسوي تصرفات كذا غريبه. هل هذا ما في؟ جاوبني الان عشان نسمعه. انت اللي تسويه هذا الشيء بيعالجه؟ انا ما سويته. الله يلبسك ثوب العافية يا عم حسن، وإن شاء الله جميع الناس اللي بتتابع الآن سناباتي حيدعوا لك بالشفاء العاجل. هذا واحد. ثانيا الشخصية النصابة اللي هي تتصنع إنها فيها جني، من النظرة الأولى تعرف إنك أنت فيك سحر، أنت فيك إلا أي جهل إحنا تحسبين فيه. قسم بايات الله لو ما تبعدي عن عائلتي واقاربي، الناس اللي قاعد تيجي عندهم وتوهمينهم ان انت واحده واو، فيكي ملك الجن وفيكي ما ادري ايش، وقاعده تسوي خرابيط حق، هذا اسمه استحضار. هذا انا اقدر اسجنك فيه. لو انا صورتك فيديو الان بالحركات اللي قاعد تسوينها هذه والله اسجنك، وانا صورتك اصلا ما سيبتها، صورت التصرفات حقتك هذه اللي هي تدل انك انت واحده غير طبيعيه، اما انك دجاله او نصابه او ساحره. هذه كلها ثلاثه تدل عليك انت. إذا ما احترمتي نفسك وطلعتي عن عائلتي وعن محيط عوائلي أو أطفالي، قسم بيت الله لاشتكيكي. إيش الجنان قاعد تسويه أنت؟ أنت بدل ما تواسي المريض وتعالجيه شيء نفسي، أنت قاعدة تخوف الناس. أنت لو شفتي منظرك كيف الناس تطالع فيكي، كيف حوالي حتى حقين الأمن طلعون من برا عليك بنظرات. إيش ده؟ إيش قاعد تسوي؟ شوية حتطلع من الغرفة تطلع على المكنسة وتطير. واو، إيش الشيء اللي فيها دي الحرمة؟ ايش الخرافه اللي انت فيها يا هو؟ انا حذرتك والله، ما راح اخلي التصرف اللي انا شفته ذا بعيني يعدي على خير.
ابعدي عن عوائلي كلهم، اي احد يقرب لسامي الزهراني ابعدي عنه، ولا اشوفك تقربي ناحيتهم. هذا سامي الزهراني، لا يجيك هو ياسا. لو جاء ياسا والله من بكره انا اقدر عن طريق الانظمه وعن طريق حكومتنا الرشيده اقدر اسجنكي. حسبي الله عليكي وعلى التصرفات اللي قاعد تسوين هذه. الشيء الثاني، هذا الحرمه اللي سوته معانا مع عائلتي، يعني انا ما اقدر اروح لكل واحد من اقاربي اقول ايش سوت هذه الحرمه، لا، ابى اقول القصه هنا ويمكن اقاربي كلهم يفتكروا القصه هذه، وابغى الناس كمان تستفيد. هذه المراه قد جات عند امي وتقول انت تراكي كذا جالسه في المجلس تعطي النظرات على امي كذا، تقول لها تعالي على جنب انا ابغاك. عارف اللي يعيشكم الوهم؟ هي هتعيشك الوهم كذا بالنظرات وتوري الناس ان كاننا في الجني اللي يتكلم انجليزي، تتذكروها الهرجه ذي. المهم تسحبها على جنب وتقول تراكي انت مسحوره، وانا متاكد انك مسحوره، والجن اللي فيها قال لي انت مين اللي سحرك؟ تتوقع ايش قالت؟ مين اللي سحرها؟ قالت زوجة ولدك، سببت مشاكل في العائله. كيف الواحد يدخل هذه بيته؟ هذه واحده مريضه، ترى هذه الادميه تمرمطت في حياتها وتبهدلت في حياتها وصارت عندها مرض. هذا الشيء اللي قاعد تسوريه الناس هذا مرض. هذه يبغى لها تروح تتعالج نفسيا، مو تعالج الناس. هذه واحده الله يشفيها. بس كلام المشايخ اللي اثبتوها لي، المشايخ اللي انا استند عليهم، اصدقهم، اثق في دراساتهم، اثق في علمهم في الشيء هذا، يقولوا اقصى شيء الجن يطلع. ما دي اللي انا شايفها، الناس الى الان تصدقها وتقول واو من جد حتعالجنا ذي. يا اخي انا اقرب مثال لك يا اخي ياسا، انا ما انكر وجود الجن. هنا الجن، اوكي هذا الجن، اروح لين عندهم، ادخلوا فيا، افك صدري، اسوي، ما دخلوا فيا ليش؟ ما ضروني ليش؟ كل الأذية والمضار بتجيني من بشر أو من أشياء طبيعية، شجرة تطيح، قزازة تطيح، خرابيط تطيح. عمره ما طلع لي جني. وأشياء لو طلعت أشياء غريبة أقصى حد كصنعوا قدامك أشياء غريبة من بعيد، أصوات حصى، أشياء بعيدة عن أي شيء من الخرافات اللي احنا قاعدين نتدارجها. وبالمناسبة بكرة مو الخميس، أبى أروح الغابة. خلاص فكروا ذيك الغابة، أنا خايف، أوكي والله خايف أروحها، مو عشان جن، عشان أنا متأكد إن فيها بشر، فيها عصابة، فيها شيء غير طبيعي، ما هو من عالم الجن، من بشر. وحروحها بس ما بروح لحالي. بدأت أكلش، ما بروح لحالي، أباخذ إن شاء الله دراكولا بكبره باخذه معايا هناك. دراكولا أنا عارف إنك أنت الحين حتدق علي بعد السنة بعد، لكن حتيجي معايا بكرة. وابو طالب حيجي معي، والشباب كلهم اخذكم تقعدوا برا، ندخل انا ودراكولا، واذا في بشر في حاجه في شيء جوا انتم تبلغوا وتجوني في الموقع ذا. طب انا يا جماعه انا يزن شفت الحرمه ايش كانت تسوي؟ ما شفتها سلام، انت قلت ولا حتشوفها؟ صح قلت لكم لا تشوفوها. حتى قصتني قهرتني. انا شايف الان بعض اصحابي اللي هم يعتبروا مشاهير من المغامرين يقولوا لا انت كذا بتكذبنا ان احنا لقينا اسحار. مع احترامي لكم، احبكم واحترمكم، هذا شيء، بس من وجهة نظري كل شيء بتلقونه هذه كلها مصطنعة. سامحوني، انا غلطت غلطة ما انساها طول حياتي وسببت لي مشاكل كثير. لما طلعت الجبل هذاك واعترف فيها، لما قابلت الادمي هذاك الباكستاني وكيف جالس الشايب هذاك وكيف كل العلامات تدل ان هذا ساحر، وقلت ان هذا ساحر، لكن طلعت غلطة واعترفت فيها بعد ما جاءت الجهات المعنية وشافت انه هذا الادمي جاهل وعنده شيء اسمه الحجاب حاطه في خصره وقاعد يستحضر ما ادري ايش باعتقاده عشان يعالج نفسه، وانا كنت اقول هذا ساحر. طلعت غلطان. وتوبه في اي مغامره لو القى ما ادري ايش قدامي طلاسم ما اقرر اقول هذا سحر. مين انا عشان انا اقول هذا سحر؟ ايش مؤهلي او ايش يعني المعايير اللي قست ان هذا سحر؟ سواء انا او انت المغامر دائما تلقى سحار وتقول هذا سحر وفكيت. لا تحسبوا كلام يقول هو مصطنع يعني هو المغامر ذا سوى السحر، لا، يكون في ناس هم سووه ويوروا الناس ويقول هاي شوف رميناه ويدسونه في اماكن زي كذا. لا انا ولا انت، اهل العلم اللي هم متخصصين في الشيء ذا وفي جهات معنيه، هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور كبير بالشيء هذا، وهي لها صلاحيه تقرر ان هذا فعلا سحر او لا. والله لا انا ولا انت ولا غير نقدر يقول هذا سحر. مجرد ما تشوف ورقه فيها طلاسم غريبه كذا تقول هذا سحر، لا غلط، والله غلط يا جماعه. هذا هو اللي سبب للناس الفاجعه. كل يبغالي ما نزل سنابات اليوم، انا مره اسف. شفت التعصيب كيف يخلي الواحد؟ شوفوا ولد قاعد يبكي، سامر قاعد يبكي من عصبيته.
وسويت تقريبا يمكن ل 13 واحد بلوك على انهم كلامهم كان يقول اوه كثرت علينا اليوم مقاطع. خلاص حبيبي سامي انا اسف، خلاص حبيبي انا اسف عشان ما اتعصب الحين. يلا تعال انا اسف بابا انا اسف خلاص بابا طلع العرق. اذا طلع العرق هذا يعني واي ياسر. ايش في شيء كذا يريح النفس حبيبي والله حبيبي. سوي كده. كيف اسوي كذا؟ ايه تروح تعصيبه كيف كيف؟